بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده الدنيا نطرة والشتا داخل يعني بصدره كده معانا، وربنا يسترها بقى على الشتا دوت معانا. طبعا احنا اول باول لازم نطلع نلم المية زي ما انتم شايفين، علشان برضو ايه يعني ما بنحبش المية تبقى على السقف كتير. انتي بقى قومي كده شوفي دنيتك، وقومي لو في مية في نطرة في اي حاجة زي كده قومي لميها على طول اول باول انتي والولاد، بحيث ان تفضل الدنيا ناشفة معاكي. قفلوا على طيوركم. عايزه اقول لكم برضو حاجه كويسه جدا، بقول لكم دلوقتي ما تنسوش اللايك، ما تنسوش كل شويه في الجو دوت تحطوا مشمع على الطيور لو انتوا عاملين عشش و... وتحاولوا بقدر ما يمكن طالما ما فيش شمس ما تخرجوهمش خالص بره، علشان ما يجولهمش برد ولا اي ميكروب او فيروس من اليومين دولت ماشي في الجو. احنا بني ادمين اهو كل شويه بنتعب في الجو ده، مره حر ومره ساقعه زي ما انتوا شايفين الجو مش مستقر، بس احنا داخلين على شتاء، فطبعا الجو ما بين تقلبات الفصول بيبقى صعب جدا، فطبعا بنعيا يعني. فانا حبيت بس ايه اصور لكم كده معاناتنا في الشتاء بنبقى عاملين ازاي واحنا عمالين نحول الميه. ما تنسوش اللايك والشير علشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، واشجعكم كده ان انتوا تقوموا كده وتتحركوا من مكانكم وتشوفوا اللي وراكم ايه. ما تنسوش يا ولاد ندعي لغزة وندعي للفلسطينيين، ربنا ينصرهم يا رب ويحتسب أمواتنا عندهم عند ربنا شهداء، ويرزقهم الفردوس الأعلى يا رب كده، وينصرهم على اليهود بإذن الله رب العالمين. بصوا احنا بقى ايه مقسمينها، يعني حد بيعبي وحد بيروح يرمي، حد يعبي وحد يروح يرمي زي ما انتوا شايفين كده. احنا بنرمي كده كده من البلكونة، لأن في الشارع تحت ممكن بقى بيفتحوا بلاعة ولا حاجة، فالمية اللي بتبقى في الشارع كلها بتنزل في البلاعات يعني. واوقات كتير كنا والله بنحولها في الجرادل كده وبننزل لحد تحت عندنا تحت في الشقة، نرميها في الحمام، بحيث ان احنا برضو ايه خلاص بقى بيكون الشارع اتملى مية يعني. انا بقول لمريم خليكي تسيبي التليفون دلوقتي ما تصوريش وتعالي معانا لمي معانا، قالت لي لا انا هقف انا ورا الكاميرا اصور وانتوا خليكم انتوا في اللي انتوا بتعملوه. ايد على ايد بتساعد يعني. عمر بقول لكم ما تنسوش اللايك في الدربكة اللي احنا فيها دي، يعني عشان الفيديو يستاهل بصراحة، احنا تعبنا يعني. الشتا دوت تلاقي كل يومين تلاتة النطرة تيجي هوب تلاقينا طالعين نجري نلم المية، هوب طالعين يعني احنا اصلا ما بقيناش ننزل المساحات من فوق، بنسيب المساحات والجرادل فوق في وقت النطرة ده، وقت ما يحصل اي حاجة تلاقونا عمالين نعبي على طول. وهندخل بقى نبص على الطيور بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه ونحط لها ايه، ولو في عندك طيور زايدة ولا حاجة يعني كلت وكبرت وخلاص بقت حلوة ان انت تذبحيها تذبحيها، ما تستنيش عليها في الساعة دي. انا بقول لكم برضو ما تنسوش اللايك عشان تشجعوني. احنا كده كنا بالنهار يعني، انا مصوره لكم ده كده الفيديو ده اللقطة ديت واحنا بالنهار، طبعا الدنيا مغيمة زي ما انتوا شايفين مفيش شمس نهائي، جو ساقعة ساقعة وهوا فوق الوصف يعني، ربنا يسترها. زي ما انتوا شايفين كده انا عملت هنا العشة دي، دخلتها دي للحمام، دخلتها عند الطيور، بس طبعا انا عاملاها اللي هي يعني انا جايباها اللي هي بتشيل كل عين بتشيل جوز، زي ما انتوا شايفين حجمها بسم الله ما شاء الله، العين واسعة وحلوة. دي برضو ممكن تحطيها في بلكونه، ممكن تحطيها في مكان ضيق عندك لو انت عايزه يعني حاجه زي كده، وهتربي براحتك. دي كام دور؟ 4 ادوار زي ما انتوا شايفين اهي. وانا حاولت ادخلها هنا ما بين العروق علشان ملهاش مكان يعني جوه، بس انا حبيت ان انا ايه احبس الحمام دوت، بحيث ان انا داخله على شتاء لو اي اصابه حصلت في اي جوز ما تعديش التاني. يعني انا زي ما بتعزلوا كده اي زي عيون الارانب، بطاريات الارانب، بطاريات الفراخ كده يعني. بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين اهي، اول ما حطيتها ادي جوز اهو بيض ورقد، بسم الله ما شاء الله، واللي تحتيه بيض ورقد اهو زي ما انتوا شايفين اهو. لسه اللي تحت دوت فاضيه، الحته دي فاضيه لان الجوز بتاعها بايض وفائس في العشه بتاعته هناك، بس طبعا مش هينفع نقوله لما الزغاليل تكبر شويه، زغلولته تكبر شويه. وهنا برضو زي ما انتوا شايفين اهو، ادي دور وادي 2 وادي 3، دي 3 ادوار اهي. اصورها لكم كده من جنب اهي زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله. برضو انا نقلتهم هنا اهو، ادي جوز اهو،
عشان بس الاضاءة، انا طالعه اصور لكم بالليل. ادي جوز، وادي 2، وادي التالت اهو. بسم الله ما شاء الله. بس تطلعوا بقى تقفلوا على طيوركم كده من السقعة، وتبصوا عليهم لو في اي اسهالات، في اي حاجة حصلت، تبتدوا بقى تحطوا ادوية او تحطوا فيتامينات واملاح في الجو اللي احنا فيه ده، بحيث ان احنا نتفادى اي امراض او اي عدوى ممكن تجيلنا من بره. زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. بصوا انا يعني في طقور عندي هنا مستنيه بس تتقل شويه، وكل دوت هذبحه، بحيث ان انا اول ما يشدوا حيلهم اذبحهم، يعني يتقلوا شويه علشان اوفر اكلهم برضو. انا بستخدم في الاكل، بحط عيش على شيشه على علف، واي بواقي اكل عندك في البيت. الجو ساقع يا ولاد، الجو ساقع. اطلعوا بقى دفوا طيوركم كده. انا طالعه دلوقتي احط اكل اهو، احط ادي علاج. انا بديهم من دول حقن زي ما انتوا عارفين، وادي العلاجات اهي اللي انا بديها. هات يا عمر الحقنه فين؟ دي بدي كل يوم نص سنتي من دول 3 امبولات. مستنيه بس النتيجه، اشوف النتيجه هتعمل معايا ايه، وان شاء الله باذن الله هنزل لكم ال3 امبولات اللي انا استخدمتهم، قلبتهم على بعض وبديهم. شايفين الفرد الحمام اللي دماغه بتلف هناك ده اهو، هو دوت بيتعالج من الحقن دي. يعني انا بعالجه كل يوم، بدي نص سنتي من الحقن دي. ان شاء الله باذن الله بس لمده اسبوع يجيب نتيجه، هقول لكم على طول اساميهم. اطلعوا بقى دفوا طيوركم كده، وبصوا على حاجتكم لو في علاجات ادوها، عشان الجو ساقع جدا دلوقتي. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، دي فرده منهم دماغها بتلوح زي ما انتوا شايفين اهي. هات يا عمر كده. بصوا انا بدي تحت الرقبه هنا، بدي في الجزئيه دي كده. هدي الحقنه هنا، هدي الحقنه وارجع لكم تاني. انا اديت الحقن ودلوقتي انا شغاله بدون ده تدراسايكلين مضاد حيوي 250، ودوت انتينال مطهر معوي. زي ما انتوا شايفين الجو ساقعه، وهتلاقوا اسهالات، تلاقوا كشاشان، اي حاجه من دي. ادوا بقى الحاجات اللي انا بديها دي، يعني مضاد حيوي وتدراسايكلين، واللي هو الانتينال ده على طول يعني يبقى موجود. ويا ريت لو في برشام ريفو كمان يبقى موجود. بصوا الفرده دماغها منزلها في الارض ازاي، الفرده البيضه اللي هناك دي هي لسه واخده الحقنه دلوقتي. الظاهر الحقنه بتحرق تحت الجلد يعني، فاحنا بنعمل اللي علينا بقى، وربنا يشفيهم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. في الساعة دي لازم اطلع كل يوم بالليل عشان ابص على الحاجة من الساعة اللي احنا فيها دي، عشان اخف. الدنيا ساعة عشان اريح نفسي. انا هذبح دلوقتي كده دكارين وانتيتين ولا حاجة، عشان برضو الجو ساعة، وعشان كمان اوفر اكلهم، يعني اخف اكلهم شوية. انا حبستهم هنا كل واحدة في عين اهو زي ما انتوا شايفين. العيشة دي ما شاء الله 4 عيون بس حلوين يعني. اوعى يا عمر كده. وجبت برضو العيون ديت وقفلت عليهم، ولسه في العينين دولت هنقل الباقي فيهم. يعني انا بس بعالج الباقي دوت وهشيله باذن الله. انا دلوقتي هذبح دول، وهذبح معاهم نتايتين كمان علشان اخف الاكل شويه، علشان هم خلاص كبروا كده كفايه.